لو كنتم مفتكرين انه تأديب لامين وكل مين استخف بالريال كان عن طريق لاعبي مدريد فقط فانتم غلطانين. بيلينغهام اللي حجم وسط برشلونة نزل على صفحته بعد المباراة الكلام رخيص بإشارة انه خليهم يحكوا برا الملعب ونحن بنحكي جوا الملعب. فينيسيوس بعد المباراة نزل صورة بيدري اللي كان مو ملاقي اي طريقة لحتى يوقف انطلاقة فيني الصاروخية غير انه يشده من قميصه وينجر وراه 5 امتار لحتى بالاخير ياخد فاول، ومع انه ديون كمان ركض ورا فيني نفس الركضة وما قدر يلحقه. يعني فرم كامل لوسط برشلونة. حتى تشوميني لما سألوه عن تصريحات لامين اللي قلل فيها من احترام مدريد جاوبهم بالحرف انه خلي لامين يكتر من تصريحاته لانها بتعجبه بتلميح ذكي انه مقابض كلامه. وميليتاو نزل صورته عم يحتفل واللي كان عم يقلل من مدريد واقف وراه وعم بيراقبه بحسرة. ولكن اكبر تأديب للاعبي برشلونة كان من بيريز والإدارة اللي حاطط لهم 15 كاس دوري ابطال بطريقهم للممر المؤدي للملعب لحتى يصحى لاعبي برشلونة من اوهامهم، لانه بين بعضهم قادرين يقنعوا نفسهم بانهم الافضل بتاريخ كرة القدم. لكن على أرض الواقع لما يصيروا وجه لوجه مع ماضي مدريد وحاضره بيجنبوا النظر حتى ما يشعروا بالخجل من الحقيقة ومن المقارنة مع العظمة، ليكون أكبر تأديب لهم من تاريخ مدريد نفسه اللي بيقلهم احكوا قد ما بدكم بس لما تخلصوا شوفوا إنجازاتي كيف بتحكي عني، تاريخي مش بحاجة دافع عنه، أمجادي هي اللي بتدافع عني.